يا سيدي العزيز، في الدورة الخليج الأولى نادي النصر اشترك فيها بشرف وبأمانة، وكان ينافس نادي النصر النادي العربي الكويتي الشقيق الحبيب على البطولة. في نفس العام كان لما ينزل جدول المباريات أمام جدول المباريات الحكام من أي بلدان، وكان مكتوب الحكم من الإمارات العربية المتحدة، مباراتنا حنا ونادي الرفاع الغربي البحريني من الإمارات العربية المتحدة. وهذه النتيجة مع الرفاع الغربي مؤثرة، يعني فوز النصر يحقق له البطولة، تعادله أو هزيمته تقريبا يخرجوا برا، يعني هزيمته تخرج برا، أما تعادله يخليه على كف عفريت نصف البطولة، أما فوزه يعطيه البطولة بنسبة 80 إلى 90%. فوجئنا وإحنا في المباراة إذا بالحكم جاي من الكويت الشقيق، والنادي العربي من الكويت الشقيق، جاي حكم بدل من الإمارات، مكتوب الجدول يكتب فيه البلد ومكتوب الإمارات، وإذا بالحكم جاي من الكويت الشقيق. المباراة منقولة بالتلفزيون وابتدوا في النقل لما الحكم ما كنا نعرف الحكام، فطبعا من الصعب جدا جدا ننسحب والتلفزيون نقل المباراة، ويمكن تؤول على أشياء أخرى، ولا أعتقد العلاقات الأخوية ولا أعتقد المصلحة العامة تتطلب نادي ينسحب من المباراة وهو مفاجأة ويصبح قرار فردي، ومجلس الإدارة ما بعد اجتماع مجلس إدارة نادي النصر. ففوجئنا بالحكم اللي جاي الأخ الغريب يحكم المباراة. فحقيقة أنا ما أبغى أتكلم طبعا عن الأخ الغريب أو تاريخه في الرياضة الكويتية أو له مشاكل مع أندية كويتية أو حصل له قدام مباراة بأسبوع مشكلة مع نادي في الكويت أو خلافه. هذا الشيء طبعا راجع للدوري الداخلي الكويتي، رغم أن الجرائد الكويتية منتشرة وكل واحد يقرأ الأوضاع اللي موجودة في الكويت، وش حصل له مع نادي السالمية وش كذا وش كذا، كل واحد قاريها أو كذا، لكن ما أبغى أتحدث عن الموضوع هذا. المهم أنا لما جيت فوجئت بالغريب جاي من الكويت الشقيق وينتمي للنادي العربي، عضو فيه النادي المنافس للبطولة، والحكام من الإمارات وتغيروا. فلعبنا المباراة وتعادلنا، والظلم الذي حصل على النصر الكل يعرفه، ومن كان نساه الفيديو موجود ونحطه في المباراة، بلنتيات أقوان ألغاها، أشياء كثيرة جدا حدثت لا يعني داعي لذكرها، وإن حبيت فنجيب من برا الفيديو نطلبها من الرياض موجودة عندي في التلفزيون ونراها. المهم هذا القضية إنه حصل تلاعب في تغيير الحكام، وكان الأخ الودعاني جزاه الله خير محل الأخ إبراهيم هو المسؤول عن اللجنة. احنا مباشرة نادي النصر بعد المباراة اتصلنا باتحاد الإمارات العربية المتحدة واستأذناهم بتسجيل محادثتنا معهم، والأخ المسؤول عن الاتحاد سمح، وسألناه كيف اعتذرتم بعدم إرسال الحكم من عندكم وأنتم الاتحاد المكلف بإرسال حكم؟ فجاوبنا المسؤول في الاتحاد سكرتير الاتحاد أيامها إنه والله احنا ما اعتذرنا وإحنا مستعدين، ولكن في آخر لحظة فوجئنا بالطلب مننا ما نرسل حكم من عندنا. فاحتجينا على القضية. كيف هالكلام؟ قالوا لنا والله لا، احنا اعتذرت الامارات وان كلفنا من عمان، وان حق عمان اخطا الطريق وراح القطر. تصور المملكة العربية السعودية وعاصمة العرب الرياض يتوه منها شخص ويأتي إلى قطر. هنا قطر حبيبة وعزيزة وعاصمة غالية، وكذلك الحكم لم يكلف أيضا، معروفة قطر لها مكانتها، والدوحة لها مكانتها. الإنسان اللي بيدعى الدوحة يعرف يصل الدوحة، ضاع، وأنه اضطرينا في آخر لحظة نكلف الحكم الغريب العجيب في قراراته. لاحظت لا؟ وهذا هو سبب انسحاب النصر، ولا يخلف من الودعاني. فإذا احنا ارجع واقول اختلاف الرأي لا يفسد ود قضية، اختلافنا في الرأي ما يفسد مع الودعاني، لكن اننا ما ضد الودعاني كشخص، لكن تصرف الودعاني كان مجحف في حقنا. ولما ما انصفنا من اللجنة المشرفة ايامها قلنا في امان الله وتركنا، لانه حقيقة النظام وضع وجدول وضع وتحكيم وضع يجب يحترم ويقدر. شكرا سمو الامير. حقيقة انا لا اريد ان ادخل